الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان في قناة تفاني منوعة. أحب أرحب بمشاهدينا الجدد، ويا ريت ما تنسوش لو عجبكم محتوى القناة يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان إن شاء الله يوصل لكم كل جديد. العيد على الأبواب، كل عام وحضراتكم بخير. ربنا يعود علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية يا رب بالخير واليمن والبركات. احنا النهاردة هنعمل الشنطة الكيوت دي. أنا شفتها في البنترست، الصراحة عجبتني جدا. شكلها جميل كده، بسيطة، ما بتاخدش وقت، فعلا ما بتاخدش وقت في الشغل. خفيفة. تقدري تشتغليها باللولي، بالخرز، شفاف، مط، زي ما انت حابة. انا هنا مستخدمة فيها خرز مقاس 8 مط. انت حابة تستخدمي 10 اوكي، مفيش مشكلة. مستخدمة فيها الخيط صيد مقاس 60. ممكن تستخدمي انت 50 على حسب فتحة الخرز. هنا فتحة الخرز هنا كبيرة، فعشان كده انا استخدمت 60. هنشتغلها مع بعض ان شاء الله، وان شاء الله تبقى ورشة سهلة. وطبعا هي فعلا سهلة يعني وما بتاخدش وقت. اي مبتدئ فيها هيعرف في الخرز يعني هيعرف يشتغلها. هنعملها مع بعض وان شاء الله تكون ورشة سهلة عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. هنبدأ الورشة بتاعتنا. هناخد 6 خرزات بالشكل ده كده، وهنعمل العقدة. تعملي العقدة ازاي؟ الطرف اللي ناحيتك ده بتلفيه على الطرف التاني كده اهو، تلفيه كده على الطرف التاني وتمرريه تاني نفس الخرزة اللي طالع منها الخيط بالشكل ده كده. يبقى انت كده عملتي حلقة على الطرف الناحية اللي هناك دي كده. هي دي العقدة، وتشديها في نص الخرزة كويس. اهم حاجة تبقى العقدة في نص الخرزة. بعد كده انا هشتغل شريط من 4 غرز، فهنحط في الايد الشمال خرزتين وفي الايد اليمين 3، عشان احنا بنشتغل غرزة سداسية 6×1. ادي خرزتين في الايد الشمال و3 خرزات في الايد اليمين. طب اللي لسه جديد معايا مش عارف الغرزة السداسية على 1 يعني ايه؟ معنى على 1 يعني بتشتغلي على خرزة واحدة بس. غرزة سداسية يعني الحلقة كلها 6 خرزات. فأنا معايا خرزة، فأنا بعمل شريط، فحط هنا خرزتين وهنا 3 5 و1 6، يبقى كده مجموع الحلقة 6 خرزات. بتلفي برضو الطرف اليمين على الطرف الشمال كده، وترديه تاني في نفس الخرزة اللي طالع منها الخيط كده، بتعملي العقدة. تمام اهو. هنعمل واحدة تانية برضو الطرف اليمين خرزتين والطرف قصدي الطرف الشمال خرزتين والطرف اليمين 3. ادي 2 اهو في الشمال و3 في اليمين. هنلف الطرف اليمين ده، بتلفيه على الطرف الشمال كده وبترجعي تاني الخيط اهو في نفس الخرز. دي العقدة، وتخلي العقدة في نص الخرزة اهو بالشكل ده كده. طب انا قلت عايزة شريط 4 غرز. الرابع بقى هنلف بيه ونطلع للسطر اللي بعد كده. في انتي لفي الشغل بتاعك، يعني الطرف اللي تحت ده اهو هنلفه كده اهو، هو زي ما هو تحت الشكل ده كده. هتحطي فيه، احنا عايزين 6 فهنحط فيه 4، وفي الطرف اللي فوق هنحط 1. ادي الطرف اللي فوق حطيت 1 والطرف اللي تحت حطيت 4. وبرضو ايه هعمل العقدة. الطرف اللي هو في 4 ده بتلفيه على الطرف التاني وبتمرري الخيط في نفس الخرزة اللي طالع منها الخيط بالشكل ده. انا عملت كده ليه؟ عملت كده عشان انا عايزة الخيط يطلع لي من الخرزة دي عشان هشتغل عليها 6×1. تمام اهي بالشكل ده. يبقى كده 4 غرز، كل غرزة
6 خرزات. وانا كده طلعت الخيط من الخرزة دي، هشتغل عليها 6 على 1، هحط 5 خرزات. ادي 5 اهم، اللي هما 2 4 5 الطرف اليمين، والطرف الشمال ده بتلفي عليه كده وتمرري تاني الخيط اهو في الخرز. كده عملتي الغرزة الأولى بالشكل ده كده. احنا طبعا بنطلع بنكبر، يعني كل سطر هيزيد معاكي غرزة. تمام. الطرف اللي تحت بتمرريه في الخرز. هنا همرره في خرزتين. ليه خرزتين؟ عشان انا هشتغل 6 على 2، هشتغل على خرزتين. انو خرزتين؟ خرزتين اللي تحتيهم خرزة. تمام. ما تشتغليش على الخرزتين دول، لا ما ينفعش، تشتغلي على الخرزتين اللي تحتيهم خرزة اللي عاملين حرف واي. تمام كده. يبقى كده تشوفي الخيط طالع لك من كام خرزة؟ من 3. طب انت عايزة تشتغلي غرزة ايه؟ غرزة سداسية، فهتحطي 3 خرزات. ادي 3 خرزات اهو. هنلف على الطرف التاني ونرجع نمرر في نفس الخرز اهي بالشكل ده كده. الطرف اللي تحت برضو هنمرره في الخرز. مرر في كام خرزة؟ في خرزتين، عشان انا شغالة 6 على 2. واحط في الطرف اللي فوق ده كام؟ خلي بس العقدة في النص. حطي في الطرف اللي فوق ده كام؟ هنحط فيه 3 خرزات. ادي 3 خرزات اهو. هنعمل العقدة الطرف اللي تحت هتمرريه في خرزتين، عشان قلنا ايه؟ شغالين على 6 على 2 اهو. هنمرره في الخرزتين دول كده، 1 2. والطرف اللي فوق هتحطي فيه كام خرزة؟ 3 خرزات. كده حطيت ال3 خرزات انا وعملت العقدة. بعد كده فاضل لي ايه؟ الخرزة الأخيرة دي في السطر. ادي السطر اهو. الخرزة دي زي ما احنا بدأنا السطر ب6 على 1 على خرزة بس اشتغلناها اهي، هنشتغل برضو آخر السطر 6 على 1 على الخرزة دي بس. هتمرري كده طرف الخيط اللي تحت في الخرزة. بعد كده تلفي الشغل. الطرف اللي هو تحت ده هتحطي فيه كام خرزة؟ هتحطي فيه 3. والطرف اللي فوق هنحط فيه 1. هنحط اهو في الطرف اللي تحت 3 وفي الطرف اللي فوق 1. وطرفين الخيط طالع لي من خرزتين، يبقى 3 و1 4 و2 6. يبقى كده الغرزة أو الحلقة 6 خرزات كده تبقى صح. تأكدي كده وانتي بتشتغلي، عشان لو كترتي يعني غلطتي في عدد الخرز سواء قليل أو كتير، فدي هيبوظ لك شغلك وهتفكي تاني. ادي بالشكل ده كده. رجعنا هنشتغل تاني السطر التالت على خرزة واحدة 6 على 1. هنحط كام خرزة؟ هنحط 5 خرزات. ادي 5 اهو. هنلف نرجع تاني بالخيط في الخرزة، وادي اول غرزة في السطر التالت. زي ما قلنا الطرف اللي تحت ده بتمرريه في الخرزة. هنمرره في كام خرزة؟ على خرزتين، عشان احنا شغالين 6 على 2 اهو. الطرف اللي فوق هتحطي 3 خرزات، 1 2 3. الطرف اللي تحت بتلفي عليه الخيط كده اهو، وترديه تاني في الخرز بالشكل ده كده. خرز، والطرف اللي فوق هنحط فيه 3 خرزات. ادي 3 اهو. هنلف على الطرف التاني ونرجع في الخرز. الطرف اللي تحت هنمرره في الخرز، ونحط ايه في الطرف اللي فوق 3 خرزات بالشكل ده. نحط 3 خرزات ونعمل الحلقة. برضو هنمرر الطرف اللي تحت في الخرزتين دول ونحط فوق 3 خرزات. يبقى نشتغل دي ونشتغل دي واشتغل معاكم دي. انت عملنا الغرزة دي والغرزة دي.
الطرف اللي تحت بقى هنمرره في آخر خرزة في السطر اهو. هنشتغل عليها على الخرزة دي 5 على 1. فقلنا هنقلب كده الشغل بتاعنا، الطرف اللي فوق هتحطي فيه خرزة، والطرف اللي تحت هتحطي فيه 3. ليه؟ عشان الخيط طالع لك من خرزتين والمجموع الحلقة 6. هنحط 3 في الطرف اللي تحت، واحدة في الطرف اللي فوق 4، ومعايا خرزتين يبقى كده 6. عشان قلنا عايزين الخيط طالع لي من الخرزة دي عشان أنا طالعة وبزود، فبشتغل على الخرزة دي كام؟ 6 على 1. اديني اهو 5 خرزات ومعايا واحدة يبقوا 6. هي كلها غرزة سداسية، في الأطراف 6 على 1، وفي في النص بيبقى 6 على 2. تمام كده. طبعا انتي عايزة تكبري عايزة تصغري براحتك، تتحكمي في مقاس الخرز، تتحكمي في عدد الغرز، بتعملي النسبة والتناسب يعني في الشكل، بحيث يطلع لك ايه الشنطة زي ما انت ايه حباها، كبيرة صغيرة، الحجم اللي انت عاوزاه. احنا طبعا مررنا الطرف اللي تحت في الخرزتين دول، والطرف اللي فوق هنحط فيه 3 خرزات، 1 2 3. فهي السطور بتبقى بالشكل ده، اول واخر خرزة في السطر تشتغلي 6 على 1، هنا 6 على 1 وهنا 6 على 1، والباقي كله 6 على 2. بتمرري الطرف اللي تحت في خرزتين وتشتغلي 6 على 2 وبتحطي 3 خرزات. ومررنا الطرف اللي تحت الخرز، والطرف اللي فوق ده هنحط فيه 3 خرزات ونشتغل. تشتغلي هنا ادي 1 2 3 4، ال5 ديت هنشتغلها مع بعض، 5 اللي هي 6 على 1. كده خلصنا السطر اهو كله على 6 على 2 6 على 2 6 على 2. فاضل اخر خرزة في السطر، قلنا هنشتغلها 6 على 1 زي ما بدأنا 6 على 1، هنشتغل في الخرزة الأخيرة 6 على 1. تمرري الخيط كده في الخرزة دي، بتلفي الشغل، تحطي في الطرف اللي فوق خرزة وفي الطرف اللي تحت 3. ادي 3 اهو في الطرف اللي تحت، الطرف اللي فوق واحدة، يبقى كده احنا حطينا 4 وطرفين الخيط طالع لي من خرزتين، يبقى 4 و2 6، يبقى أنا كده ماشية صح بالغرزة السداسية اهي. وهنرجع نعمل على الخرزة ديت 6 على 1، يعني هحط 5 خرزات. ادي 5 خرزات اهو، هلف واعمل العقدة وامررها تاني في الخرزة، يبقى كده اول السطر اهي 6 على 1، غرزة السداسية اللي هي 6 على 1. بعد كده الطرف اللي تحت بتمرريه في الخرز خرزتين، خرزة اهي والتانية. قلنا انه خرزتين اللي تحتيهم خرزة، اللي عاملين حرف الواو اهي، خرزتين تحتيهم خرزة. الطرف اللي فوق هتحط فيه 3 خرزات اهو. تيجي بقى الطرف ده بتلفي عليه الطرف اللي في ايدك اليمين وتمرريه تاني في الخرزة. الطرف اللي تحت بنمرره في الخرز، هنمرره في كام خرزة زي ما اتفقنا، هنشتغل على خرزتين، تشتغلي على خرزتين وبتحطي فوق 3 خرزات، يبقى ادي 1 2 3 4 5. هنشتغل كل ده 6 على 2، واخر واحدة 6 على 1. كده وصلنا لاخر السطر اهو. فاضل لنا ايه؟ اخر خرزة اهي بالشكل ده. نلف الشغل، هنحط في الطرف ده كام؟ 3، وفي الطرف اللي فوق 1. ادي هنا 3 وادي هنا 1، يبقى كده 6 خرزات معايا المجموع كله. وكده الخيط طلع لي من الخرزة دي عشان اشتغل عليها برضو 6 على 1. كده انا خدت اهو 5 خرزات، وهعمل العقدة واشتغل اللي هي الغرزة اللي هي 6 على 1 بالشكل ده، وارجع امرر بقى الطرف اللي تحت في خرزتين
واشتغل 6 على 2 زي ما كنا شغالين بالظبط. كل خرزتين تحتيهم خرزة هنشتغل عليهم 6 على 2. نكمل السطر. اخر خرزة احنا عملنا السطر اهو، اخر خرزة هنشتغل عليها 6 على 1 زي ما بدأنا، زي ما انتم شايفين السطور كلها 6 على 1 ما عدا اول سطر خالص كان 6 على 2، لكن بعد كده كان 6 على 1 اول غرزة واخر غرزة. طيب انا عايزة الخيط يطلع لي من خرزة معينة، فعشان كده هحط في الطرف اللي فوق 3 وفي الطرف اللي تحت 1 اهي. الطرف اللي فوق 3 اهو والطرف اللي تحت 1، وهعمل العقد. الشكل ده كده زي ما انتم شايفين طرفين الخيط طالع لي من الخرزة دي اهي، الخرزة دي اهي، انا عايزة الخيط طالع من هنا. تمام. هنعمل ايه؟ قلنا طبعا تعمل وجهين اهو، نفس العدد وجهين اهو، وبعد كده هنجمعهم مع بعض، نقفلهم مع بعض. هناخد اول غرزة في التقفيل هتبقى رباعية، هاخد في الطرف اللي فوق ده خرزة، واجي في الخرزة اللي قصاده زي ما الخرزة دي هي اللي طالع منها الخيط، برضو الخرزة دي اهي، الخرزة دي كده والخرزة دي اهي اللي قصادها كده اهو، همرر فيها الخيط اللي انا حاطه فيه الخرزة. انا دي اول غرزة بس هشتغلها رباعية اهي، غرزة رباعية في اي من الطرفين هتحطي خرزة. يبقى انا كده اهي اول غرزة في التقفيل اشتغلتها رباعية. طب بعد كده هشتغل سداسي، هقفل بالغرزة السداسية، كل طرف همرره في خرزتين، الخرزتين دول هتاخدي بالك ان هما تحتيهم خرزة، ادي 1 ادي 2 اهو تحتيها الخرزة دي كده، ومن الناحية التانية برضو نفس الحكاية، بتمرري في خرزتين اللي تحتيهم الخرزة اهي كده. احنا بنقفل بالغرزة السداسية، وتحطي خرزة برضو في اي من الطرفين، الطرف الطويل اشتغلي بيه. يبقى كده انا اول غرزة عملتها رباعية، تاني غرزة او كله هيبقى برضو سداسي، واخر واحدة هتبقى رباعية اهي. نعمل الغرزة السداسية كمان، شوفوا التقفيل ازاي، بتمرري في خرزتين اهو، ادي 1 ادي التانية اهي. انا خرزتين قلنا الخرزتين اللي تحتيهم خرز، والطرف التاني برضو نفس الحكاية، هتمرري في خرزتين اهو، مررتي من كل طرف في خرزتين اهو، يبقى تحطي خرزة، تعملي العقدة، تلفي كده وترجعيها تاني اهو. تمام. يبقى زي ما اتفقنا بتمرري كل طرف من ناحيته في خرزتين عشان احنا بنشتغل بغرزة سداسية، ادي خرزتين اهو، والطرف التاني هتمرريه برضو في خرزتين اهو، ونحط خرزة بالشكل ده كده اهو. قلنا اهو غرزة سداسية، طبعا احنا قلنا اول غرزة رباعية، غرزة سداسية. بعد كده بقى اما نيجي نعمل من تحت كده هنشتغل برضو هنا غرزة رباعية، هتمرري في خرزة واحدة، الناحية التانية برضو في خرزة واحدة بالشكل ده كده، ونحط خرزة.
تمام. خلي بس ايه العقدة نص الخرز. وبعدين هنمرر بقى ايه، هنشتغل في خرزتين غرزة سداسية اهي. هتمرري في خرزتين زي ما قلنا، الخرزتين اللي تحتيهم خرز. الناحية التانية برضو مرري في خرزتين ونحط خرز بالشكل ده كده اهو. نرجع بقى نمرر برضو في خرزتين اهو. ومن الطرف التاني برضو في خرزتين كده. بنقفل سداسي. هنحط خرز هنقفل برضو في الخرزتين اللي جايين سداسي. وهنحط برضو ايه خرزة، نقفل سداسي كده. بعدين زي ما عملنا هنا رباعي هنعمل هنا برضو رباعي. هنمرر في خرزة واحدة بس من كل طرف اهي. وهنحط ايه خرزة واحدة كده. بنقفل رباعي. وترجعي تشتغلي في خرزتين وتقفلي ايه سداسي. هيبقى كله سداسي طبعا، بس ما عدا اخر خرزة هتبقى رباعي كده اهو. اشتغلت خرزتين واحط خرزة. طبعا انا بقى بشوف الطرف الطويل وبشتغل بيه اهو بالشكل ده. نكمل بقى ايه دول سداسي، واخر حاجة هتبقى رباعي كده. خلاص زي ما انتم شايفين قفلنا. فاضل لنا اخر خرزة هنمرر فيها ونشتغل ايه الغرزة الرباعية هنا وهنا. مررنا في الجنبين وهنشتغل غرزة رباعية. هنحط خرزة يبقى كده قفلنا الجناب. تربطي بقى قفلي الشغل بتاعك. وبتتوهي بقى ايه الخرز، قصدي الخيط في الخرز. ممكن تربطي ربطة كمان كده. وبتتوهي بقى ايه الخيط في الخرز كده. قفلنا الشنطة اهي زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. بعد كده هنعمل بقى الايد الصغيرة. هتعدي حلقة واحد اتنين. التالتة بقى، التالتة دي هنا عند الخرزة دي، او يعني ادي اول خرز الحلقة اهي. الحلقة التانية هنمرر عشان نمرر نحط خيط يعني نثبته. هتثبتيه في الخرزة دي كده وتربطيه. هتربطي كده تثبتي ايه الخيط تمام. وبعدين هتتوهي الطرف الصغير ده في الخرز
العقدة كده اهي. بتتوهي الطرف ده كده في كام خرزة وتقطعي بالشكل ده كده، نقطع ايه الجزء الباقي كده. احنا ثبتنا ايه الخيط. بعد كده هنمرر في الخرزة دي كده اهي. يبقى كده انا الخيط طالع لي من نص الخرز الحلقة التالتة، ادي 1 2 3 ادي من بين الخرزتين اهو. وهتبدأي تحطي عدد الخرز اللي هو اللي انت عاوزاه يناسب الايد، سواء بقى عملتي بمقاس 10 سواء عملتي بمقاس 8، شوفي ايه اللي متاح عندك ايه وتحبي تشتغلي بيه يعني الموجود. انا كده حطيت 20 خرزة وهثبتها بقى ازاي، زي برضو ما بدأنا التثبيت هنا. 1 2 ادي التالتة اهي، التالتة ما بين الخرزتين دول ادي همرر كده الخيط. هنشد كده كويس اهي. بعدين نربط. قبل ما تربطي شدي كده الطرف اللي هو ماسك الايد، شديه كويس وبعدين اربطي. تمام. هنمرر الخيط في الست 1 2 3 4 5 في الست خرزات دول كده اهي. وارجع امرر في الخرز اللي انا حاطاه تاني عشان تبقى الايد ماسكه نفسيها. هنمرر الخيط في الخرز كله اللي انا لضمته ده كله ده كده كده. مررت الخيط كله. اجي بقى الطرف ده ما مررهوش بقى في اللي هو نفس الطرف اللي طالع منه، يعني الخرزه دي اللي كنا بادئين بيها، لا في الخرزه التانية كده عشان يبقى بنثبت كويس بالشكل ده كده. وترجعي برضو ايه تربطي. هتربطي بقى وايه تطوهي الخيط في كام خرزة بالشكل ده كده. نربط ربطة كمان. يبقى كده اول ايد عملناها. من الناحية التانية برضو هنعمل نفسيها بالظبط كده. الايد الصغيرة بقت بالشكل ده كده، ادي الشنطة اهي. بعد كده هنعمل بقى الايد الكبيرة. هنيجي في الخرزة اللي هي في النص اللي هي رباعية ديت، هنمرر فيها الخيط. هتاخدي خيط كبير شوية حوالي 2 متر كده هتوسطنيه طبعا وهنلضم في الخرز طول اللي انت عاوزاه بالمجوز كده، يعني طرفين الخيط هتلضمي بيهم الخرز بالشكل ده كده. كده بالشكل ده كده هنلضم ايه الايد كلها اهي. تمام كده انا عملت الايد بالطول اللي انا عاوزاه. بعد كده هربط كده، ربطنا اهو. وبعد كده هنيجي بقى بس تظبطي ايه الاتجاه بتاعك عشان متبقاش ملوحة كده اهي. احنا ربطنا عشان يبقى الخرز ملموم مع بعضه يعني. ممكن تربطي ربطة كمان برضو مفيش مشكلة عشان الخرز ده
فتحته كبيرة اهي كده. وبعد كده بقى هنيجي في اللي هي الغرزة الرباعية اهي اللي احنا اشتغلنا فيها هنا، برضو هنا هنشتغل نفس الحكاية، هنمرر كده، هتمرري برضو من الطرف التاني، يعني عندك اهو كده اهو الطرف ده برضو هتمرريه كده. اتأكدي انها ايه معدولة كويس. بعد كده بقى هتبدأي تربطي طرفين، تشدي كويس كده، ربطتي من الطرفين. بعد كده بقى ايه هتتوهي الخيط في الخرز، تربطي ربطة كمان من الطرفين برضو، وايه وتقصي الخيط الباقي اهي. خرزتين تلاتة وتقصي، ومن الناحية التانية برضو هتعملي نفس الحكاية كده. كده شنطتنا خلصت اهي زي ما انتوا شايفين. طبعا وزنها خفيف جدا، يعني ما كملتش 120 جرام. غرزتها سهلة طبعا، الغرزة السداسية دي بترمي معاكي وبتخلص بسرعة، فعلا من أسهل الشنط إن انتي تقدري تعمليها. يا رب تكون ورشتها تعجبكم، ومستنية آرائكم وتعليقاتكم. وشير ولايك عشان الكل يستفاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.